في البداية كده يا ريت تضغط على علامة اللايك وتشترك في القناة لو انت مش مشترك عشان تساعدنا ننشر فيديوهات كتيرة الفترة اللي جاية. بيبتدي الفيلم في الصين قبل 2000 سنة في قصر الملك جايد، وبيتحدى الملك القرد الملك جايد. الملك جايد معروف عنه انه ملك ظالم، وبيطلق عليه سيد الحروب لانه قام بحروب كتير جدا. الملك القرد بتكمن قوته في العصاية اللي في ايده، غير ان هو خالد وما بيموتش. وبرضه الملك جايد ما بيموتش لان هما الاتنين شربوا حاجة اسمها اكسير الحياة. الملك جايد بيقدر يستخدم السحر في القتال، وحتى باستخدامه للسحر ما بيقدرش يهزم الملك القرد، فبيقترح الملك جايد يكون القتال بالايد بس. وطبعا الملك القرد بيوافق، ولكن دي بتكون خدعة لانه مش هيقدر يهزمه طول ما معاه العصاية. وبمجرد ما الملك القرد بيسيب العصاية، الملك جايد بيستخدم السحر وبيجمده بالطريقة دي مدى الحياة، لحد ما في يوم من الايام حد يرجع له العصاية بتاعته هيرجع للحياة تاني. وبنروح بعد كده لزمن في المستقبل، وده واحد اسمه جيسون بيحب افلام الكونج فو، وبيروح يأجرها من عند العم هوب. لكنه في اليوم ده شاف اوضه في المحل ما شافهاش قبل كده، فدخل الاوضه دي لقاها مليانه تحف، ولقى عصايه الملك القرد واستغرب جدا شكلها، وسأل العم هوب العصايه دي بتاعت مين. فالعم هوب خد منه العصايه وقال له انه وارثها من ابوه، وابوه وارثها من جده، وكلهم مستنيين الشخص اللي هياخد العصايه دي ويرجعها لصاحبها. جيسون بياخد الافلام اللي اشتراها وبيكون مروح، لكن بيقابل عصابه وبياخدوا منه الافلام وبيتعدوا عليه وبيجبروه ياخدهم للعم هوب عشان يسرقوه. وبيروحوا فعلا للعم هوب، وبتبدأ العصابه تتعدى عليه وتفتش في المكان على الفلوس. وبيكون جيسون مش عارف يودي وشه فين من العم هوب، لان هو السبب في اللي بيحصل ده. ولكن العم هوب بيمسك العصايه وبيدافع عن المحل بتاعه، فواحد من العصابه بيمسك المسدس وبيضربه بالنار. وهنا العم هوب بيقول لجيسون خد العصايه واجري، فبياخد جيسون العصايه وبيجري، والعصابه بتجري وراه لحد ما بيوصلوا للعماره دي. وهنا بقى بتحصل حاجه غريبه، العصايه بتختار جيسون وبتنقله من المستقبل للماضي عشان يرجع العصايه للملك القرد. وطبعا جيسون بيصحى بيكون مش فاهم اي حاجه، وبيلاقي نفسه في مكان غريب في زمن غريب. وطبعا بيلاحظ ان الناس لبسها غريب وشكلها اغرب. واثناء ما هو مش فاهم حاجه بتيجي حراس الملك جايد وبيقتلوا ويسرقوا القريه اللي هو فيها. وطبعا الحراس بتشوف شكله الغريب ده فبيطلعوا يجروا وراه. واثناء ما بتكون الحراس بتطارد جيسون بيجي واحد اسمه لو، وبيكون شارب خمره كتيره جدا، وبيروح للحراس فبيضربوه، وهو كمان بيضربهم، وبيقدر يهزم الحراس بكل سهوله. وبعدها بيبص لجيسون وبيسأله عن العصاية اللي في ايده، لكن جيسون ما بيكونش عارف اصلا العصاية دي هيعمل بيها ايه، فبياخدوا لو وبيهربوا من المكان قبل ما باقي الحراس تيجي. وبيبدأ لو يفهمه اسطورة الملك القرد، وبيحكي له عن الملك القرد واللي حصل مع الملك جايد، وبيقول له ان في اشاعة بتقول ان في حد هيرجع العصاية للملك القرد ويرجعه تاني للحياة. وجيسون المفروض ياخد العصاية دي ويروح قصر الملك جايد، وهناك هيلاقي الملك القرد، وبمجرد ما العصاية تلمسه هيرجع للحياة تاني. وفجأة هنا بتيجي حراس الملك جايد وبتطلب من جيسون يديهم العصاية ويروح معاهم، فبتبدأ الخناقة وبيكون لو بيحاربهم لوحده وجيسون متعلق في بنطلونه. وفجأة هنا بتظهر بنت مسمية نفسها العصفورة وبتموت الحراس قبل ما يمسكوا جيسون، وبعدها بتديهم احصنة وبتساعدهم على الهروب. تكمل العصفورة معاهم الرحلة لقصر الملك جايد عشان يرجعوا العصاية للملك القرد. في الوقت ده بيكون الملك جايد في القصر بتاعه، وبيدخل عليه واحد من الحرس وبيقوله ان العصاية ظهرت مع شخص غريب، فبيقتلوا الملك جايد وبيطلب يجيبوا الساحرة ام شعر ابيض. وبتروح الساحرة المكان اللي كانوا فيه وبتسأل الناس عنهم. في الوقت ده بيكون جيسون نايم، ولما بيصحى مش بيلاقي لو ولا العصفورة، وبيظهر شخص لابس ابيض وبيفضل يجري وراه لحد ما بيوصل له وبياخد منه العصاية وبيهرب. في الوقت ده لو والعصفورة بيجوا، وجيسون بيقول لهم على اللي حصل، وبيبدأوا يمشوا ورا الراجل ده لحد ما بيوصلوا المعبد. وبيقرر لو انه يدخل لوحده، ولما بيدخل له يتكلم معاه بيقول له في راهب يسرق، لكن الراهب ما بيردش عليه، فبيقول له انا هاخد العصايه دي بالذوق او بالعافيه، ولكن الراهب برضه ما بيردش عليه. فبتبدا بقى الخناقه ما بين لو والراهب ده، وبتكون اطول خناقه في الفيلم. واثناء الخناقه بتطير العصايه وبتوصل لايد جيسون، وبيسالهم الراهب انتوا عاوزين العصايه ليه، وبيعرف انهم عاوزين برضه يساعدوا الملك القرد زيه. وبيبداوا يعلموا جيسون اصول الكونج فو عشان يقدر يدافع عن نفسه. وطبعا جيسون ما بيكونش عارف اي حاجه، ولكن مع التدريب بيوصل جيسون لمرحلة متقدمة جدا. وبنعرف هنا سبب انضمام العصفورة للرحلة دي، وهو ان العصفورة معاها خنجر بيقتل اي شخص خالد زي الملك جايد، وده لان الملك جايد قتل كل اهلها، ومن ساعتها وهي
بتدور عليه عشان تقتله. وبيكملوا الأربعة رحلتهم في الصحراء، وبتكون الصحراء كبيرة جدا، وفي نفس الوقت بتكون الساحرة ماشية وراهم ولكن لسه المسافة بينهم كبيرة. وبيكملوا طريقهم في الصحراء وبتكون المسافة أكبر من اللي حاسبينها، فطبعا بيعطشوا والمية اللي معاهم بتخلص. وهنا لو بيفكر يعمل تعويذة عشان الدنيا تمطر، وبتمطر فعلا لكن من مصدر مختلف جدا. وبعد فترة بيعدوا الصحراء بنجاح وبيلاقوا مكان فيه مية وبيقعدوا يرتاحوا. وفجأة هنا الساحرة أم شعر أبيض بتيجي وبتطلب منه العصاية، فسألوها انت بتعملي كده ليه؟ فبتقول لهم ان الملك جايد وعدها انه هيديها اكسير الحياة عشان تبقى خالدة وما تموتش. وبيبدأوا يتخانقوا مع جنود الساحرة لان الساحرة معاها جنود كتير جدا، والجنود دي عمالة تكتر، فبياخدوا الأحصنة وبيهربوا من المكان. فالساحرة بتمسك سهم وبتضربه من بعيد جدا، والسهم ده بيجي في لو، وما بيكونش معاهم اي اعشاب او ادوية يعالجوه بيها. وبيشوفوا واحد بيرعى الغنم وبياخدهم للعشيرة بتاعته عشان يعالجوه، ولكن زعيم العشيرة بيقول انه هيموت ومفيش حاجة تقدر تنقذه غير اكسير الحياة. وبيروح الراهب يطمن على لو لكن ما بيلاقيش العصاية معاه، وبيكون جيسون واخد العصاية ورايح بيها قصر الملك جايد. ولما بيوصل للبوابة بيلاقي الساحرة مستنياه وبتقول له انه كده عمل الصح، وبتوديه للملك جايد. فالملك جايد بيسأله عن السبب اللي خلاه يجيب العصاية، فبيقول جيسون انه هيديله العصاية قصاد اكسير الحياة. ولكن الملك جايد بيقول له انا وعدت حد تاني ياخد الاكسير، ويقصد طبعا الساحرة. فبيقترح يعملوا قتال بينهم واللي يكسب هو اللي ياخد الاكسير. وبالفعل بيبدأ القتال بين الساحرة وجيسون، بالرغم من ان جيسون اتعلم حاجات كتير ولكن برضو الساحرة بتكون قوية جدا. فجيسون عمل اللي عليه ولكن اللي كسب الساحرة. وبيوصل هنا الراهب ومعاه العصفورة وبيبدأوا يضربوا الحراس، وبيروح الملك جايد يرمي العصاية في النار عشان يخلص منها للأبد. ولكن الراهب بيلحقها في آخر لحظة وبتبدأ خناقة بين الاتنين. وهنا بيجي لو ومعاه العشيرة اللي كان بيتعالج عندهم وبيشرب اكسير الحياة، وبياخد جيسون العصاية وبيروح للملك القرد وبيرجعه تاني للحياة. وبيبدأ الملك القرد يقاتل الملك جايد، ولكن بيقطع قتالهم ده العصفورة، وبتحاول تضرب الملك جايد لكن بتتصاب هي. فبياخد جيسون الخنجر وبيستغل انشغال الملك جايد وبيقتله. وبيجي الملك القرد يشكر جيسون عشان ساعده وحرره، وبيرجع جيسون للزمن بتاعه اللي هو في المستقبل. وبيلاقي نفسه لسه عند العمارة والعصابة عاوزة تضربه، ولكن هو اتعلم دلوقتي فبيقدر يروقهم. وبيخلص الفيلم على كده.